السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. عاملين ايه يا حبايبي في الحر بقى وفي الفرهاده دي والنور اللي دايما يقطع؟ ببقى بسجل على طول وعايزه انزل لكم فيديوهات، بس النور بيقطع وانا بعمل وصفات فما بلحقش اكملها، فبلغي طبعا الفيديو. على قد ما بقدر بقى بعمل، بس ان شاء الله نحاول نظبط الدنيا. تعالوا نعمل النهارده غدا سهل كده ولذيذ، ينفع في الحر ده. هنعمل وصفتين حلوين قوي ان شاء الله يعجبوكم. اول حاجه كده انا جبت معايا 3 حبات من البصل كده حجمهم متوسط. حطيت عليهم معلقه صغيره من الفلفل، او حطي فلفل احمر، انا فرماه وحطاه عندي في علبه في الفريزر، فحطيت معلقه منه. انتي هتجيبي مثلا ربع او نص حبايه من الفلفل الاحمر، هتاخديها تفرميها مع البصل. بعد كده بجيب طبق بقى تاني كده والمصفى، وبصفي البصل كويس جدا، انا مش عايزه فيه اي ميه نهائي. هجيب بقى عندي ده صدر من الفرخه، صدر فرخه كبير، انا كنت مقطعاه شرايح كده زي البانيه وحطاه في الفريزر، كنت عايزه اعمل وصفه للبانيه بس طلعته النهارده اعمل بيه الوصفه دي. بعد كده فرمته، ولما نفرم بقى الفراخ بتاعتنا بلاش تتك عليها قوي في الفرم، اعمليها فرم خشن كده علشان ما تبقاش معاكم يعني طريه قوي، ولما تيجوا تشكلوها ما تبقاش معاكم طريه قوي. حطيت عليها بقى البصل اللي انا صفيته، حطيت كمان كزبره خضراء، جبت ليمونه جبتها بقى وبشرتها. الليمون بيخلي طعم الفراخ حلو قوي وريحته ما فيهوش اي زفاره. بجيب قشر الليمون وباخده كده زي ما انتم شايفين في الجزء الصغير اللي في المبشره ده، ممكن اقشرها واضربها كده في الكبه بتاعه التوابل، هتبقى برضو ناعمه معايا قوي. بعد ما بشرنا الليمون حطيت بقى ملح، هحط فلفل، هحط توابل من بتاعه الفراخ. كمان عندي اللي ما بستغناش عنه هي توابل الشاورما، سواء بقى من ماجي او جايباها من عند العطار. ممكن تجيبي مثلا بخمسة بعشرة وتشيليه، بتبقى روعة جدا في الفراخ، في اي تتبيلة فراخ هتبقى روعة. جبت كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر علشان الكفتة اللي انا هعملها النهاردة تبقى هشة كده وجميلة. هقلب بقى كل ده مع بعضه. وهنا بقى حسيت ان هي يعني ايه فيها تلزيقة شوية، فهحط معلقتين كبار من البقسماط الناعم. لو عايزين تكبروا الكمية ممكن تجيبوا مبرغل، نص كوباية من البرغل تنقوه وتغسلوه كويس جدا وتحطوه في مية سخنة لمدة ساعة او ساعتين براحتكم، حتى لو 3 ساعات او حتى نص ساعة حسب الوقت اللي انت هتستخدميه فيه. هتاخديه بقى وتحطيه تضربيه في الكبة ضربة كده، يا سلام بقى لو عندك مثلا دهون من بتاعة اللحمة، هتبقى برضو هتبقى جوسي كده الكفتة وتبقى معاكي روعة. هحط بقى كل ده في التلاجة وهسيبه لغاية ما يتشمع معايا. تعالوا بقى نعمل مكرونة من بتاعة امهاتنا زمان، خفيفة وتنفع في الحر ده وطعمها تحفة. بجد 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 طعمها تحفة، هيعجبكم جدا جدا. والناس اللي بتعمل وجبات او اطعام، لو عملتوا في الحر ده المكرونة دي هتبقى جميلة جدا معاكم. ولو لسه اول مرة بتتعلمي ان انت تدخلي المطبخ، المكرونة دي مش هتفشل معاكي وهيبقى طعمها حلو قوي. المكرونه دي تتعمل مع الكفته، ممكن تتعمل مع بطاطس بس، ونسلق بيضتين جنبها. وجبه اقتصاديه هي جميله جدا، هتبقى طعمها برضو روعه، مش لازم كفته فراخ ولا حتى كفته لحمه. هجيب اول حاجه كده، انا جبت بصلايه او بصلايه كبيره او بصلتين صغيرين، حطيت معاهم فصين من الثوم، حطيت فلفل اخضر، وحطيت حبايتين من الطماطم. ضربتهم زي ما انتم شايفين كده، ضربت بس مش ناعم قوي، خليتهم ضرب خشن. في حله بقى على النار حطيت معلقه كبيره من السمنه، ممكن تحطي عليها شويه من الزيت او تحطي زبده او زيت. وحطيت كيس ونص من المكرونه، اي نوع مكرونه بقى، طبعا بس مش سباكيتي، اي نوع مكرونه عندك بتفضليه هيبقى حلو قوي. هناخد بقى المكرونه بتاعتنا دي ونقلبها وايدينا فيها، عايزينها كلها تبقى لون واحد، وتبقى درجه اللون على الاقل كلها مقربه بعضها. يبقى هنفضل نقلب فيها لحد ما تحمر معانا. ولو وصلتوا معايا في الفيديو لغايه هنا، ما تنسوش بقى اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، لان اللايك ده اللي بيرفع الفيديو، وده الدعم اللي ممكن تقدموه لي او تقدموه لاي قناة علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وطبعا اللي لسه ما اشتركش ينزل يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل، عشان كل ما انزل فيديو يجيله اشعار بان انا نزلته. خلاص هنا كده كنا حمرنا بقى المكرونة بتاعتنا وحطينا عليها الخلطة اللي احنا ضربناها في الكبة. ما تعرفوش هنا بقى الريحة عاملة ازاي؟ حاجة كده روعة روعة. طبعا المكرونة سخنة معايا وانا بقلب فيها،
حلو قوي. حطيت كمان معلقه من الصلصه، حطيت ملح، حطيت فلفل، حطيت مكعب من مرقه الدجاج سواء لحمه او فراخ. طبعا لو مش عايزه تحطيها ما تحطهاش خالص، بس هي بتدي طبعا ايه طعم حلو قوي. لو يا سلام لو عندك شوربه، لو عندك شوربه هتخلي طبعا تستغني عن مرقه الدجاج وهتبقى روعه. بعد ما حطيت الملح والفلفل ومرقه الدجاج، وحطيت طبعا الميه بتاعتها لازم تغطي المكرونه، هغطي عليها وهسيبها بقى لحد ما تستوي، الاول على نار وسط وبعد كده على نار هاديه. وهنيجي بقى للكفته بتاعتنا واحنا بنصبعها. هنصبع الكفته بتاعتنا. هقول لكم على حاجه بقى، هنا بقى لو انت حابه الكفته تعمليها مشويه، يعني تحطيها في الجريلا كده لغايه ما تتشوي او تحطيها في الفرن، هتصبعي وتحطيها على طول في صينيه مدهونه زيت وهتحطيها في الفرن او هتاخديها على الجريلا او اي طاسه. ولو عايزين بقى نحمرها في زيت غزير كده، يبقى هنحطها في خلطة البيض على البقسماط وهنحطها على طول نحمرها في الزيت. انا هنا بس حبيت ان انا احطها في البقسماط اديها لون وانا هبقى شويها على الطاسة او الجريلا. فانا حطيتها في المية اللي في البصل اللي انا طلعته من الكفتة وحطيته في البقسماط، مش اكتر من كده. عملت الطبقين دولت من صدر فرخة ما شاء الله، غير طعمها بقى وريحتها كانت روعة. شايفين المكرونه خلاص استوت معايا، وكمان كنت حاطه فيه طاسه بقى هي احمر فيها البطاطس. وزي ما انتم شايفين الطاسه اللي هحمر فيها الكفته ما فيهاش زيت كتير، حاجه بسيطه من الزيت كاني بشوحها. يعني ممكن طبعا تستغني عن البقسماط اللي انا حاطاه ده وتحطي الكفته على طول وهي هتتشوي معاكي برضو في شويه الزيت الصغيرين دول. حبيتي ان انت تحطي البقسماط زي انا ما عملتها كده، تاخد لون بس ذهبي كده وتبقى عامله زي المتحمره، ما تبقاش مشويه، وفي نفس الوقت ما نبقاش خسرنا زيت كتير. هتبقوا شايفينها، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي، بيبقى لونها روعه ذهبي كده وبيبقى جميل جدا. انا عملتها بالطريقه دي علشان ما حبيتش ان انا اخليها زي المشويه كده، اغيرها عشان الولاد بيحبوها. ساعات بيلاقوا المشويه دي ما بيرضوش ان هم ياكلوها، فكده يبقى انا وفرت ان انا عملتها مشويه، اديتها لونها ذهبي حلو، وفرت زيت كتير. شايفين ما شاء الله. هاخدها بقى كده واحطها على مناديل مطبخ علشان بتبقى ساعات شاربه شويه من الزيت اللي فيها. شايفين انا ما حطيتش زيت تاني ولا كترت كميه الزيت ولا اي حاجه، وهكمل فيها تحمير الكفته بتاعتنا. كمان البطاطس خلاص كانت بتتحمر معانا، وقفلت على المكرونه سبتها تهدى معانا. بجد بجد المكرونه ريحتها حلوه قوي، والكفته ما اقولكمش على الريحه جميله قد ايه في المطبخ، غير لونها شايفين لونها حلو قوي. وبكده بقى كان الاكل كله خلص خلاص، وبدات ان انا اغرفه. حطيت البطاطس، غرفت كمان المكرونه، وحطيت الكفته بتاعتنا، حطيت عليها شويه بقدونس اخضر كده تكسر اللون. بجد بجد حاجه حلوه جدا وجميله جدا. وحبيت طبعا ان انا اغرف الاكل على طول قبل ما النور يقطع وناكل، كمان ما نصورش اللقطه اللي في الاخر. خلاص بقول لكم المكرونه دي حلوه قوي، جربوها وتنفع لاولادكم، جميله جدا. وزي ما قلت لكم لو بتعملوا وجبات او اكلات اللي بتتعمل في الوجبات او الاطعام حلوه قوي. الكفته كمان شايفين واخده لون جميل ازاي وجوسي ومستويه جدا من جوه، ما تقلقوش هتستوي وتبقى حلوه وجميله جدا جدا. بجد بجد جربوها، طعمها روعه. انا بوريها لكم كده باكل منها، بقول لكم طعمها روعه حلوه قوي، ان شاء الله هتعجبكم. حابين تعملوها بقى طبعا مع مكرونه بصلصه هتبقى تمام، حابين تعملوها كمان مع رز بسمتي هتبقى حلوه قوي، على حسب ذوقكم وحسب اولادكم بيحبوا ايه. حابين كمان تعملوها بس مع البطاطس وتسلقوا بيض من غير الكفته، هتبقى وجبه اقتصاديه وحلوه جدا جدا. لو عايزين افكار اقتصاديه، ما شاء الله هو صدر فرخه وعمل لنا الكميه دي جميله جدا وموفره. يا رب غدانا يكون عجبكم، وما تنسوش بقى زي ما قلت لكم اللايك والشير يا حبايبي. اللايك علشان بيرفع الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.